قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الإخلاص لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى الذين لا يطعمون سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالله تبارك وتعالى حث على بذل الطعام للناس، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى، كان المثل الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه في إطعام الطعام، كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى قيل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمة صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط أبدا، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيء فقال لا صلى الله عليه وسلم.